ابتدت سلسلة كول اوف ديوتي في 2003 وكانت بداية لعبة أسطورية بكل ما تعنيه الكلمة. اليوم راح نتكلم عن سلسلة ألعاب كول اوف ديوتي بشكل عام، وشينا الأشياء اللي تتميز فيها اللعبة وشونو سلبيات اللعبة وإيجابياتها. فخلوكم معنا في المقطع راح يكون إن شاء الله أسطوري وراح ينال إعجابكم. أول شيء خلونا أقول لكم عن بدايتي في كول اوف ديوتي. أول لعبة كول اوف ديوتي لعبتها هي لعبة كول اوف ديوتي 4، وكانت هذه اللعبة أسطورية وأنا كنت أشوفها أفضل لعبة لعبتها في حياتي في ذاك الوقت. اللعبة نزلت في 2007 على جهاز البي سي، لكن أنا لعبتها على بلاي ستيشن 3 في 2011 تقريبا. كانت تجربة استثنائية لأن كانت هذه أول لعبة حرب ألعبها في حياتي. والحين راح أخبركم بعض إيجابيات وسلبيات الموجودة في جميع سلسلة ألعاب كول اوف ديوتي. نبتدي بالإيجابيات. الجرافيكس وبيئة الحرب اللي ما راح تحصلها في أي لعبة ثانية. راح تحس إنك فعلا في حرب وقاعد تحاكي حرب عالمية في حقبة معينة. راح تشوف طيارات حربية، راح تشوف دبابات، راح تشوف أشياء جدا جدا حلوة وراح تخليك تحس إنك فعلا في حرب. المشاهد السينمائية في طور القصة يا جماعة من أكثر الألعاب اللي تعبون على المشاهد السينمائية ويطلعونها بشكل خرافي هما لعبة كول اوف ديوتي. في بعض الأحيان تحس روحك إنك داخل فيلم أكشن مو قاعد تلعب لعبة. من إيجابيات القصة إن نفس ما قلت لكم اللعبة محاكاة لحرب عالمية في حقبة معينة، لكن الشيء المميز إنهم ما يسيئون لأي دولة من الدول. تنوع الأطوار في اللعبة فيها 3 أطوار رئيسية، وقليل من الألعاب اللي عندهم 3 أطوار رئيسية. عندك طور اللعب الفردي اللي هو طور القصة، وطور اللعب الجماعي الأونلاين، وطور الزومبي. وآخر إيجابية بنتكلم عنها التحديثات المستمرة للعبة والإصلاحات التقنية. اللعبة تنزل لها تحديثات مستمرة تصلح بعض الأخطاء التقنية والجلتشات، وهاي شيء يبين لك أن الشركة فعلا مهتمة في اللعبة. ننتقل للسلبيات. أول سلبية اللي يعانون منها كثير من الناس وأنا واحد منهم بعد كواحد لعب الأجزاء القديمة، التكرار. بعطيكم مثال سريع علشان تفهمون قصدي من ناحية التكرار. لنفترض أن واحد فيكم الحين أول جزء لعبة هو كول اوف ديوتي بلاك اوبس 1 قبل 10 سنوات، والحين جاي يبي يلعب مباشرة كول اوف ديوتي 6. كم بيحتاج وقت علشان يفهم اللعبة؟ حرفيا راح يحتاج 2 ساعة فقط علشان يتذكر نظام اللعبة وينافس فيه المحترفين، لأن نظام اللعب ما تغير، نظام التسديد نفسه ما تغير، نظام انك ترسل درون علشان تفجر في خصمك، نظام حذف القنابل نفس الشيء ما تغير. هذا اللعبة فيها تكرار، لكن إضافة إلى بعض التحسينات اللي أحيانا تكون إيجابية وأحيانا تكون سلبية صراحة. وأيضا من السلبيات المشتريات اللي داخل اللعبة. أحيانا في بعض أجزاء كول اوف ديوتي تحس أن اللعبة تبي تستغلك. وآخر سلبية راح أتكلم عنها، وهذه السلبية موجودة فقط في الجزء السادس اللي هو حجم الخريطة. أحيانا أحس أن حجم الخريطة يكون وايد صغير، أو يمكن موقعك عقب ما تموت في الأونلاين يعني يحطونك في موقع غلط، أو اللاعبين وايد إسراع صراحة. وأنا ألعب أونلاين يعني لاحظت أن في خلل، لكن ما فهمت شنو سبب هذا الخلل. والحين انتهينا من السلبيات ومننتقل لشيء جدا جدا غريب في لعبة كول اوف ديوتي. لعبة كول اوف ديوتي من أكثر الألعاب اللي تخسر جماهيرها كل سنة، لكن بعد من أكثر الألعاب اللي تدخل لها جمهور كل سنة. الناس الجدد على كول اوف ديوتي اللي لعبوا آخر 2-3 أجزاء أكيد راح يستمتعون في الأجزاء القادمة، لأن للحين ما تشبعوا من اللعبة. لكن الأشخاص اللي لعبوا بداية سلسلة كول اوف ديوتي، أو خلينا نقول من بلاك اوبس، ويشوفون نفس نظام اللعب مع تحسينات أكيد على الجرافيكس وتحسينات طفيفة على نظام اللعب. هذا للناس اللي لاعبين بداية الأجزاء اللي أنا بعد واحد من ضمنهم، ما راح يعجبنا التغييرات البسيطة اللي قاعدة تصير. نبي أكيد تغييرات جذرية علشان نقدر ان نستمر في اللعبة. بينما الاشخاص اللي تتراوح اعمارهم بين 10 سنوات الى 15 سنة ما لعبوا الا اخر 2-3 اجزاء، فما راح يحسون بالفرق الكبير. واكيد راح يعجبهم نظام اللعبة، لان نظام اللعبة حلو لكن في تشبع. وانا مالهم الشركة ان ما يحاولون يغيرون نظام اللعب. في ناس قاعدة تطلع وفي ناس قاعدة تدخل، في زباين قاعدين يطلعون وفي زباين جدد فريش اعمارهم صغيرة قاعدين يدخلون اللعب. اكيد انت ما راح تقدر انك ترضي الطرفين، بس في حل ممكن انك تسويه واكيد راح يكون مجازفة. في امرين من زمان خاطرين ان يسوونهم لعبة كول اوف ديوتي وللحين ما سووهم. اول شيء العالم المفتوح. يا جماعة اللعبة راح تكون اسطورية لو فيها عالم مفتوح. اوكي خلوا طور في حرب، لكن سووا طور العالم المفتوح، لان يا جماعة
لها حاليا لعبة فيفا راح تجازف وراح تسوي طور عالم مفتوح، عفوا لعبة تفسير الحين صار اسمها، وهذه لعبة كرة قدم وراح تخاطر. اكيد ما راح يسوون مدينة كبيرة نفس جي تي اي، راح يسوون مدينة صغيرة نفس لعبة NBA حق كرة القدم. الاولى ان لعبة كول اوف ديوتي هي اللي تخاطر وتسوي، لانها لعبة حرب وبسهولة تقدر انها تسوي عالم مفتوح. ومن الاشياء الذكية اللي لو يطبقونها راح يحبونها الطرفين، التختيم الجماعي. تخيلوا ان تقدرون تختمون مع اصدقائكم، كل واحد سوني، تدخلون على بعض وتلعبون مهمات القصة مع بعض. راح تكون اللعبة فعلا اسطورية، وحس نظام القصة يساعد على اللعب الجماعي، بس مع الاسف مو ضايفين هذا الخيار. بس كل هذه الاشياء احس انه مستحيل تصير، لان الشركة جبانة ومستحيل تجازف. والدليل على كلامي لعبة كول اوف ديوتي الحين نزل لها 17,000 جزء، ولا جزء جازفوا وحطوا منظور اخر غير المنظور الاول. على الاقل لو سويتوا منظور اول ومنظور ثاني، بالنسبة لي هذا تغيير جدا كبير، راح يحمس كثير ناس من اللي تركوا اللعبة يرجعون يلعبون اللعبة مرة ثانية. لان لعبة كول اوف ديوتي اللي نزلت من 2003 والحين احنا في 2024 وصار في منظور ثاني، شيء خرافي هذا، على الرغم ان المنظور الثاني مفروض ضايفينه من سنين. خلونا شوي نتكلم عن الجزء الاخير اللي هو كول اوف ديوتي بلاك اوبس 6. الاجزاء الاخيره اللي نزلت حق كول اوف ديوتي كان الترويج عليها جدا ضعيف، ما عدا بلاك اوبس 6. الشركه خلوا جميع اللاعبين يلعبون اللعبه قبل اصدارها، لهالدرجه كان عندهم ثقه في هاي اللعبه، وهذه الحركه روجت للعبه بشكل جدا كبير. وتقريبا 90% من الناس اللي يلعبون جهاز البي اس 5 كلهم جربوا اللعبه، واظن انه حتى على جهاز البي اس 4 بعد كان في نسخه تجريبيه حق اللعبه ومجانيه، غير المشاهد السينمائيه اللي حطوها من داخل اللعبه، ووجود صدام حسين اللي يعني اثر عليهم شوي نوعا ما، لان اللعبه منعت في الكويت، على الرغم ان اللعبه ما فيها اي اساءه، وتواجد صدام حسين اصلا يعني بكم مشهد بس. تجربتي للاونلاين ما كانت سيئه ولا كانت جيده، يعني قلت لكم انا الاسباب ان اللعبه انا بالنسبه لي فيها تكرار، لان العب اللعبه من كول اوف ديوتي 4. اضافه على ذلك اللعب كان اوفر، يحتاج تركيز، لانك تقعد من ترسبن احيانا يكون في واحد جنبك على طول يذبحك. مو المشكله ان انت توك ميت فتترسبن على طول، تمشي خطوتين الا ذبحوك مره ثانيه. واضافه على هاي مسرعين اللعبه بشكل مو طبيعي. طبعا اكيد تعرفون حجز الاماكن، انك تقعد في مكان لوقت معين، بعد ما ينتهي الوقت يعطونك نقاط، وبعدين يغيرون المحل الى موقع ثاني. اذا انتم لاعبين اللعبه كول اوف ديوتي اكيد راح تفهمون قصدي. تخيلوا احيانا اكون انا قاعد في نفس المنطقه وما يكون باقي الا 5 ثواني واذبح واحد، هالشخص اللي ذبحته خلال ال5 ثواني يمدي انه يرسبن مرة ثانية ويجيني على نفس المنطقة قبل ما تنتهي ال5 ثواني. زبدة الموضوع لعبة كول اوف ديوتي بالنسبة للناس اللي لاعبينها من زمان راح يحسون ان اللعبة عبارة عن تكرار، اما بالنسبة للناس اللي لاعبين اجزاء كول اوف ديوتي من اخر 2 إلى 3 أجزاء راح يشوفون ان اللعبة حلوة وما بيكونون متشبعين منها. والحين وصلنا لنهاية مقطعنا اليوم. اذا عجبكم المقطع لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. كان معكم بوجو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.